زهقانين من الاكل ومش عارفين نعمل ايه، هنعمل حاجة سريعة ومش هتكمل معانا كمان 5 دقايق وهتكون جاهزة معانا. لو انت حتى مستعجلة وعندك مشوار، رايحة تدريب، رايحة اي حاجة، مشوار سريع هتعمليها مفيش 5 دقايق بالظبط وهتكون جاهزة. جبت معايا نص كوباية من المية الدافية وعليهم باكت من الخميرة، وهحط كمان نص الكوباية التاني لبن برضو يكون فاتر. وهنبدأ اقلب كده الخميرة مع معلقتين من السكر كبار، وهقلبهم كويس جدا واحطهم في البولة عندي. وهبدأ ان انا اضيف 4 كوبايات من الدقيق وهنخله كويس قوي. كل ما ادي للدقيق حقه هيديني هو كمان نتيجة حلوة جدا. هنخله كويس قوي علشان يخلي العجينة معايا هشة وجميلة. طبعا انتوا مش عارفين هنعمل ايه لحد دلوقتي. هنعمل بيتزا كمان سريعة وحلوة وجميلة وطعمها تحفة. وعايزة اقول لكم ما فيهاش اي مكونات خالص، انا ما عملتهاش، ما جبتلهاش حاجة مخصوص، لا انا كل اللي عندي في التلاجة انا دخلته في البيتزاية دي. حلوة وسريعة وجميلة قوي ومش مكلفة خالص. هنا كمان هنضيف بقى الدقيق وهنبدأ ان احنا ننخله، وهنحط معاه ذرة من الملح. انا بنخله علشان يديني معايا نتيجة حلوة، هيكون حلو ما شاء الله تحفة. وهحط كمان معلقتين كبار من الزيت، لازم يكون زيت ذرة، يكون حلو، يكون زيت نقي، ما يكونش فيه ريحة، عشان العجين بيبان فيه قوي اي زيت بيكون ريحته مش حلوة فهيبان فيه قوي. هنا طبعا نزلت ببقية كمية الدقيق، 4 كوبايات من الدقيق، ومعايا نص كوباية من المية الدافية، ومعايا نص كوباية من اللبن الدافي. زي ما انتم ما شايفين كده هبدأ بقى ان انا اضيف المواد السائلة مع المواد الجافة، وهبدأ ان انا اعملهم كويس اوي، اخلطهم كويس اوي بايديا علشان اعرف ملمس العجينة. انا هعملها بيتزاية واحدة بس، حابة ان انت كتري في كل المقادير اللي انا قلتها. طبعا كل نوع دقيق زي ما احنا متفقين على طول يا بنات بيكون على حسب نوعه، في نوع بيشرب السوائل ونوع لأ، زي ما انتم ما شايفين. يبقى انا حطيت 4 كوبايات من الدقيق ومعاهم نص كوباية من المية الفترة، ومعاهم نص كوباية من اللبن يكون فاتر برضو، ومعاهم معلقتين كبار من السكر وذرة كده من الملح، وبدأت ان انا اعجنهم وادخل مكونات في بعضها. واخر حاجة هي معلقتين كبار من الزيت، هبدأ الم بيهم العجينة كلها. زي ما انتم ما شايفين هسيبها في مكان دافي تخمر، وطبعا في الصيف ما بتاخدش اي وقت خالص. تقدري ان انت تبدلي كوبايه اللبن دي، اللي هي نص كوبايه اللبن، بمعلقتين كبار من اللبن البودر وكوبايه من الميه الفتره. زي ما انتم ما شايفين العجين بقى نديله البوكس المتين بتاعنا، وزي ما انتم ما شايفين اللهم بارك العجينه مش محتاجه كلام، هي باينه قدامكم اسفنجيه وتحفه جدا، حلوه قوي يا جماعه. انا هعملها في بيتزاية واحده بس، انت تقدري تقسميها، ولو عايزاها رفيعة تعمليها في 2 بيتزا، يعني في صينيتين، يعني صينية البيتزا دي تاخد ايه 2، تقدري تقسميها ل2 وتعمليها. لكن انا عملتها في واحدة بس. زي ما انتم ما شايفين كده انا دهنا الصينية معايا، ودي صينية عادية مش صينية بيتزا ولا اي حاجة. دهنتها معايا معلقة كبيرة جدا جدا من السمنة البلدي. ليه حطيت سمنة بلدي؟ علشان تدينا ريحة حلوة قوي في المعجنات وهتخليها تحفة. الدقيق والحاجات دي بتبان فيها، والحلويات بيبان فيهم السمنة البلدي قوي. فانا حطيت بقى معلقة كده من السمنة، دهنت بيها الصينية علشان تدينا ريحة حلوة. تقدري تحطي زبدة، مكعب زبدة كده في الاخر وتعجني بيه العجين. هنا فردتها كويس قوي وشايفين العجينة هشة وجميلة. لازم بقى الخطوة دي اعملها علشان ما تنفخش قوي معايا. عملتها كده بالشوكة زي ما انتم ما شايفين. لو وصلتوا للمرحلة دي صلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هبدأ بقى ادهن. انا دهنتها كاتشب لان انا ما عنديش صلصة ومش مجهزة اي حاجة، ما كنتش عارفة ان انا هعمل بيتزا ومش مجهزة بجد والله اي حاجة للبيتزا دي خالص. هي جت كده اكلة كده سريعة، فلقيت عندي اخر شوية من الكاتشب رحت احطهم، مش هيقولوا لا. عايزة اقولكم كانت حلوة جدا وفي منتهى الجمال والله. وحطيت ميكس جبن مع شوية طماطم مع شوية فلفل اخضر، عندك فلفل الوان زودي، عندك شوية مشروم حطي اللي انت حباه. هنا عندي جبنة بيضة عادي، جبنة فيتا عادي اللي هي البيضة حطيتها برضو، وحطيت معاها اي خضار انت حباه. وكان عندي ميكس جبن مش جبنة موتزاريلا. وزي ما انتم ما شايفين كده قطعناها واللهم بارك عليها تحفة من تحت ومن فوق، والعجينة بتاعتها رهيبة بجد يا جماعة، تحفة. شايفين لونها من تحت عاملة ازاي؟ طبعا سخنة، انا مش عارفة اتحكم فيها خالص عشان هي سخنة.
شايفين الطماطم خليتها كمان جوسي كده وطعمها حلو مع الجبنة. تقدري تضيفي للمكونات اي حاجة من فوق، عندك جبنة موتزاريلا، عندك شوية ميكس جبن زي ما انا ما عملت، اي خضار عندك حطيه وبألف هنا، يا رب يعجبكم.